عسلامة يا جماعة. اليوم إن شاء الله باش نشارك معاكم وصفة كيكة البوفريوة الروسية وإلا الروس نوازيت بالوصفة الأصلية بدون أي تعديلات. وصفة احترافية بمقادير مضبوطة حتى اللي أول مرة باش يطيب جاتو بإذن الله تنجح له. المهم اتبعوا الوصفة والطريقة كما باش نعطيها لكم بالضبط. كملوا معايا الفيديو للآخر وما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تخلوا لي لايك، تخلوا لي كومنتاري مزيان كيفكم، ونبدأ مع بعضنا توا الوصفة. اول حاجه باش نبدا بها لهنا باش نحضروا الكريم موسلين اللي باش تكون حشو للكيك. عندي لهنا 250 غرام زبده، تنجموا راهو تعوضوها بالمارغرين، هذيك اللي باش نطلعوا بها بعد الكريم موسلين. توا باش نحضروا الكريم باتيير. عندي 500 مليلتر حليب، زوز اصفر بيض، 70 غرام نشا، و 150 غرام سكر حبيبات، و70 غرام من عجينه البوفريوه، وعندي زاده ساشي سكر فانيليا. بالنسبة لعجينة البوفريوة، حمرت البوفريوة بالباهي، يلزم نحمروها بالباهي كيما تلاحظوا اللون متاعها غامق على خاطر محمرة بالكدا، هكاكا باش تعطينا جو قوي في الكريم. وبعد رحيتها حتى لين ولت بات كيما شفتوها. توا باش نحضر الكريم باتيسير. حطيت الحليب مع السكر على النار يسخنوا شويه، وتوا باش نخلط الاصفر البيض مع كميه انشاء مع ساشي سكر فانيليا، باش نزيد عليهم شويه من الحليب السخون، نخلطه بالباهي ونرجعوا لبقيه الحليب ونطيب الكريم باتيسير على النار. بالنسبه للمقادير اتوا نخليها لكم الكل مكتوبه في صندوق الوصف. وبالنسبة للي أول مرة باش يحضروا الكريم موسلين، عندي فيديو هبطوا على القناة فيها وصفة الكريم موسلين بيان ديتايي بكل تفاصيل وكل الأسرار اللي باش تنجح لكم الكريم. أو نخلي لكم زادة سامحوني رابط الفيديو في صندوق الوصف، ادخلوا وتفرجوا فيه. باش نكمل توا نطيب الكريم باتيسير كيما تشوفوا مع مواصلة التحريك حتى لين توصل لدرجة الغليان ويعقد القوام متاع الكريم. من بعد باش نحطها في حاجة تكون واسعة شوية باش تبرد. يلزم راهي الكريم باتيسير متاعنا تبرد بالباهي، ما نجموش نطلعوا الكريم موسلين والكريم باتيسير متاعنا سخونة. وحتى وكان حطيناها في الفريجيدير تبرد يلزم نجبدوها قبل بوقت من الخفق متاع الكريم موسلين باش تاخد درجة حرارة الغرفة. نخرجوها قبل بساعة وإلا قبل بساعتين من الفريجيدير باش وقت اللي يجوا نخفقوا الكريم موسلين تكون الكريم باتيسير بدرجة حرارة الغرفة. هي والزبدة كيف كيف يلزم يكونوا الزوز في نفس درجة الحرارة. توا بعد ما بردت الكريم موسلين متاعنا باش نحطها في الخفاق، نخليها تتخفق شويه حكايه هكاكا درج باش ترطب الكريم موسلين وتكون ليس. من بعد باش نبدا نزيد لها في الزبده تدريجيا. لهنا راهو تنجموا تبدو بالزبدة، تحطوا الزبدة وإلا المارغرين هي اللي تتخفق الأول، وبعد تبدو تضيفوا في الكريم باتيير بالمغرفة. الطريقتين هذوما ناجحين، أما المهم يكونوا الزوز بدرجة حرارة الغرفة كيما الكريم باتيير كيما الزبدة، ويلزم الزبدة تكون طرية باش تنشحنا الكريم موسلين. سي هنا بعد ما تخفقت الكريم باتيير نتاعنا وارتابت باش نبدا نزيد في الزبده، باش نزيد بالمغرفه والزبده لهنا يلزم تكون بدرجه حراره الغرفه زاده وتكون طريه. يلزم نطروا الزبده قبل ما نضيفوها للكريم باتيير باش تطلع لنا الكريم بالباهي وتجينا من بعد ليس، ما تجيناش محبه والا ميسه ولا فيها مشاكل. كما قلت لكم توا باش نبدا نزيد بالمغرفه في الزبده، والسرعه لهنا لازم تكون على اقصى سرعه باش ندخلوا اكثر هواء للكريم نتاعنا من بعد تجينا مهويه.
ولهنا منزيد المغرفة الثانية كي نتأكد اني المغرفة الأولى تخلطت بالباهي وفي وسط الكريم وما عادش ظاهرة بالكل. وقتها نزيد المغرفة الثانية كيف ما نزيد المغرفة الثالثة كان كي تدخل المغرفة الثانية في الكريم وما عادش تبان لي كتلات نتاع زبدة هكاكا باش الكريم نتاعي ما تميزش. نزيدو كمية الدهون للكريم باتيير على مراحل باش الكريم تنجح لنا. هو تقريبا الكريم موسلين متاعنا اتخفقت، الوقت بقت تقريبا ما بين 10 حتى ل 12 دقيقة باش نحبس توا ونزيد لها عجينة البوفريوة ونعاود نرجعها تتخفق باش تدخل عجينة البوفريوة هذيك في وسط الكريم. فما طريقة أخرى راهي تحطوا عجينة البوفريوة مع الكريم باتيير بعد ما تطيب وهي سخونة مازالت على الغاز، تزيدوا لها عجينة البوفريوة وتخلطوها بعد ما تبرد تطلعوها مع الزبدة. أما حقيقة أنا نفضل الطريقة هذه، تجي النكهة متاع البوفريوة قوية برشا في الكريم وتجي أبن. عاود نذكركم انه بالنسبة للمبتدئين واللي اول مرة باش يجربوا الكريم موسلين موجود على القناة فيديو فيه وصفة الكريم موسلين مفصلة والاسرار الكلة اللي باش تخلي لكم الكريم موسلين متاعكم ناجحة. ادخلوا تفرجوا في الفيديو وجربوا الوصفة وتبعوا الطريقة كما هي بالضبط وبإذن الله من اول تجربة تنجح لكم. سامحوني. وتوا نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. توا سي حضرت الكريم موسلين بتاعنا باش نحطها على جنب وباش نبدو نحضروا في الدكواز دكواز البوفريوة. نبدو توا في المقادير. عندي لهنا 85 جرام أبيض بيض وعندي 90 جرام بوفريوة، 90 جرام سكر بودر و35 جرام سكر حبيبات و20 جرام فرينة. توا باش نرحي البوفريوة مع شوية من السكر البودر باش نضمن اني البوفريوة متاعي ما تزيدش وما تعجنش. احنا حاجتنا بها لهنا بودر باش نكمل نرحي كمية البوفريوة اللي عندي الكل وبعد باش نخلطها مع الفرينة ومع بقية السكر البودر نخلطهم بالباهي وبعد باش نمشي نطلع ابيض البيض. باش نحط توا أبيض البيض مع رشة ملح يتخفق. وقت اللي يبدأ يعمل فيك الكشكوشة البيضة وقتها باش نبدأ نزيد في كمية السكر اللي هي 35 جرام. باش نقسمها على 2 ونزيدها على دفعتين ونكمل نخفق حتى لين يتماسك أبيض البيض متاعي ويشكل منقار العصفور. وماذا بينا ما نبلغوش برشا في الخفق باش الدكواز متاعنا بعد ما تجيش شايحة. كيف زاد راهي وصفة الدكواز عندي فيها فيديو بيان ديتايي فيها التفاصيل الكل والأسرار الكل اللي باش نشحلك الدكواز من أول مرة. بالنسبة للمبتدئين واللي أول مرة باش يجربوا الدكواز ادخلوا اتفرجوا في الفيديو تبعوا الطريقة كيف ما هي بإذن الله ينجح لكم من أول مرة. أتوا نخلي لكم رابط الفيديو زايدة في صندوق الوصف. توا سي حضر أبيض البيض بتاعنا عمل منقار العصفور. ماذا بينا هنا ما نبلغوش في الخفق باش نخلط توا أبيض البيض هذاك مع النواشف اللي حضرناهم اللي فيه البوفريوة والسكر البودر والفرينة. فما شكون زادا يزيد للدكواز خميرة الحلويات باش تجي الطبقة متاع الدكواز عالية وتجي خفيفة في نفس الوقت. أما راهي الوصفة الأصلية من غير خميرة حلويات. الوصفة الأصلية هي اللي عطيتها لكم أنا توا بالضبط. توا نشارك معاكم زادة
وصفة الدكواز بخميرة الحلويات إذا تحبوا بالطبيعة، ونشارك معكم زادا وصفة الدكواز الاقتصادية قريبا إن شاء الله على القناة. تابعوني وما تنسوش تحطوا اشتراك إذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخلوا لي كومنتير ولايك إذا عجبكم الفيديو. نكمل توا نخلط أبيض البيض مع البفريوة والفرينة والسكر المحور باش نزيد أبيض البيض تدريجيا ونخلط بشوية بشوية باش ما نخسرش كمية الهواء اللي تحصلت عليها من الخفق. من بعد باش نجيب بوش باش نصب فيه الخليط، وباش نجيب البلاتو اللي باش نطيب فيه نصب فيه الخليط متاع الدكواز وندخلو للفور 180 درجة، والفور يشعل من فوق ملوطة، وخدمت زادة المروحة. إذا الفور متاعكم من غير مروحة حطوه على 170 درجة لمدة تقريبا 8 دقائق، وبالطبيعة كل حد هو الفور متاعو. حاولوا ما تخلوش الدكواز تطيب برشا على خاطر تشيح وتيبس. توا دكوازاتي سي طابو وحضروا. بالنسبة للسرسو اللي باش نمنتج فيه الجاتو راهو 15 سنتيمتر. سي توا الدكواز متاعنا طابت، الكريم موسلين حاضرة. باش نبدا في المونتاج متاع الجاتو، باش نعمل طبقة بطبقة، طبقة دكواز وطبقة كريم موسلين. نجمو زادة تزيدوا ما بين الطبقات بفريوة مهروشة، اما نحسها زايدة على خاطر دكواز بالبفريوة، الكريم موسلين زادة كيف كيف بالبفريوة. باش نكمل توا نمنتج الجاتو وندخلها للمجمد 3 وإلا 4 سوايع تكفي، واذا عندكم الوقت ماذا بينا نحطوها ليلة كاملة. بالنسبة لي خليتها ليلة كاملة في المجمد. توا باش نخرجها وباش نكمل نغلف الجناب متاع الجاتو، وباش نزينها بالبفريوة المهروشة، باش نغلفها كلها من فوق ومن الجناب بالبفريوة المهروشة. لهنا الاختيار يرجع لكم، تزينوا الجاتو متاعكم كما تحبوا. انا اعطيتكم الوصفة والطريقة الصحيحة، ويبقى التزيين اختيار لكم. توا كملت غلفت الجاتو كلها بالبفريوة باش نزينها بكعبات شوكولاتة، وهكا تكون الجاتو متاعنا حضرت. راهي بنينة 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 على الاخر، خاصة لمحبي البفريوة. صحيح هي مكلفة شوية اما بنينة، جربوها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتكونوا استفدتوا من فيديو اليوم. استنوني ان شاء الله باش نشارك معكم زيادة في الفيديو القادم الروس بيستاش. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تخلوا لي لايك، تخلوا لي كومنتير، تبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم. توا ما بقالي باش نقول لكم كان لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.